اللي قدامكم في الصوره ده اسمه عم محمود. عم محمود نفد من الموت باعجوبه شديده جدا، ده غير كمان اللي كان رايح يموته هو اللي مات، وعم محمود ربنا طبعا يقومه بالسلامه فضل عايش. وقبل ما دماغكم تسيح مني يلا بينا عشان احكي لكم بالتفصيل ايه اللي حصل بالظبط، بس فضلا منكم وليس امرا تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لغيرك ويسمعوا، ويا ريت نصلي على النبي ويلا بينا مع بعض نبدا ايه الحكايه بالظبط. اللي حصل يا سيدي ان عم محمود راجل عايش في منطقه بلاد دكتور محافظه الجيزه، عنده ورشه تحت البيت بتاعه. في شباب من المنطقه اللي جنب منه بيروحوا يبيعوا ممنوعات تحت بيته، وهو راجل عنده حريم وعنده بنات فما ينفعش الكلام ده. فالراجل اتكلم معاهم اكتر من مره هو وابنائه ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه دوت ومحدش يجي يبيع حاجه هنا. لكن طبعا الكلام ده ما عجبهمش. ففي يوم من الايام واحد من ابنائه وهو بيفتح الورشه بتاعتهم لقى كيس من مخدر اسمه الفودو، او ما اعرفش الفودو يعني، ما علينا، الناس اللي بتفهم في الحاجات دي اللي تعرف اكتر مني. فراح طبعا اخذ الكيس ده وراح يعاتب يعني الشخص ده وقال له يعني ما ينفعش، واحنا قلنا بلاش الكلام ده، وعندنا حريم في البيت وعندنا ولايه فما ينفعش وما يصحش. طبعا الكلام ده ما عجبش اخينا، فقام مطلع حاجه من بقه وعور مين؟ طبعا ابنه، بس يعني تعوره بسيطه. فطبعا الكلام ده ما جاش مع مين؟ مع ابن عم محمود. فقام رايح جايب حاجه من اللي بيعمل بيها الفايبر بتاعهم اللي هي عامله شبه الكتر يعني كده، وقام اخدها وقام معور التاني، قام جاي التاني برضه عايز يعوره، فعم محمود راح لحق ابنه طبعا واتعور هو مكانه. وطبعا التاني راح عمل بلاغ ضدهم ان هم يعني بيعتدوا عليه، فتم القبض طبعا على عم محمود هو وابنه واخواتهم، يعني اخواته التانيين سابوا البيت وهربوا منه عشان خاطر ايه؟ مع ان هم ما كانوش في المشكله اصلا، خافوا ان هم يتقبض عليهم. بدات التهديدات تيجي بقى يعني لصاحب الورشه اللي هو عم محمود دوت، ان هم مش هيسيبوه لما يخرج وان هم هيخلصوا عليه حاجات كتير طبعا، وكمان بقى ايه؟ في بنات في البيت فما ينفعش الكلام ده. طبعا تم اخلاء سبيل عم محمود وابنه وطلعوا، ومن بعد ما طلعوا بدات الحاجات بقى تحصل. قام واحد من الشباب دي جاب اخوه اللي هم طبعا بيبيعوا تحت بيت عم محمود، وجاب حد من قرايبه، واحد فيهم جايب سنجة والتاني جايب اللي هو يعني خرطوش كده وبتاع عشان يضرب بيه عم محمود. وبالفعل ضرب طلقه فما جاتش في عم محمود، جت في الراجل اللي هو يعني جاره اللي هو برضه عنده ورشه ثانيه، بس يعني الحمد لله ما حصلوش حاجه. فالتاني برضه يعني لما شاف اخوه كده والطلقه ما جاتش لا ازاي، فقام رايح بالسنجه عايز يضرب بيه عم محمود، قام التاني جاي بيضرب الطلقه من جايه في اخوه، وقع مات. طبعا دماغكم ساحت مني. طيب هو المفروض الاثنين رايحين عشان خاطر يخلصوا على عم محمود، واحد فيهم ضرب واحده فما جاتش فيه، جت في الراجل التاني بس ما حصلوش حاجه، فازاي ما يحصلش الكلام ده؟